السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك يا حبيب قلبي فيديو جديد عن طريقة حظر ارقام الواتساب بند حظر جديد. انت كل اللي عليك تتابع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف تحظر ارقام كويس. سيبلك لينك البند في وصف الفيديو، كل حاجة تكون موجودة في وصف الفيديو. تمام يا قلبي، بس الاول كده لو انت مش مشترك عندي في القناة انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس ولايك كومنت الفيديو، مش طالب منها اكتر من كده. وكمل الفيديو لحد الاخر بس يعني عشان تقدر تفهم كويس، تعرف تحذر بالبند كويس، عشان ما تاخدش البند ده تروح تحذر بيه وتقول لي البند مش شغال والبند ما بيحذرش. البند شغال وبيحذر، انت اللي هتعرف تحذر بالبند او لا. كل اللي بيعرف يحذر عارف ان تحديث جديد من واتساب بقى فيه صعوبة في الحظر، مش كل الارقام بقى بتطير. في ارقام بتطير وارقام ما عادتش بتطير. تمام، فانت تابع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف كل حاجة وتعرف تحذر ارقام. تمام، دلوقتي البند شغال لمتجر الاعمال. تمام يا قلبي، فصلى على النبي ولا نبدأ الشرح؟ كل سنة وانتم طيبين يا شباب. دلوقتي البند المرة دي غير البند اللي فاتت، غيرها في ايه؟ ان البند يكون من نسخ كتير. انا متعود على طول اللي بنزل لكم البند بيكون من كام نسخة، من نسختين، من نسخة، من 3 نسخ، وكان اقصى حاجة واعلى حاجة كان من 5 نسخ. فدلوقتي البند هيكون مختلف. البند انا بعد ما رغمته، ان انا كنت ملغمه من بتاع يومين ولا حاجة ومبستخدموش، فبقى من 8 ل9 نسخ. تمام، فهو ده اللي مخلي البند بقى من نسخ كتير. وان شاء الله برضو الفترة الجاية لغم لكم بنود اكتر واخليكم بنود من نسخ اقل. بس يا قلبي البند ده هسيب لكم في وصف الفيديو عشان الناس اللي عايزة تحذف ارقام ضروري ومش ضروري والكلام ده كله، فهسيب لكم البند. تمام، لازم معظم الارقام يكون معاك اساسي كتير، برضو ارقام معاك رقم يكون مروض عشان البند طاير معاك. تمام، نيجي كده نجيب الرقم اللي انت عايز تغيره. هقولك على كل حاجة. مثلا على سبيل المثال، مثلا ده الرقم الضحية اللي انت عايز تغيره. هتجيب البند عشان بس محطش البند في قلب الفيديو عشان الفيديو متحضرش. هو ده البند اللي هيكون موجود في قلب الوصف. مش حد يقول لي سايب بند تاني، مش هو اللي تحت ده، لأ، اللي فوق أول واحد ده اللي بحدد عليه ده اللي هيكون في وصف الفيديو. تمام، هتحط البند كده في قلب الشات كده أكنك حطيت البند. تمام يا قلبي، تطلع هنا، هتيجي عند الإبلاغ عن، وتدي الإبلاغ. إبلاغ 2 3 4 5. بص ركز معايا، ده اللي انت تعمله من كل النسخ. 8 11 12 13 14 15 16 17 18 20. دول الرقم بتاع 5 كمان ولا حاجة. تمام، انا كده بتاع 25 إبلاغ، 26 إبلاغ من بره. تيجي تخش جوه الشات بقى يا قلبي. انت مش هتعمل حاجة على البند، لا البند لا، هتيجي عند الإبلاغ اللي هي بتكون تحت دي وتعمل واحد. اديله شوية إبلاغات منها بتاع 7 8 كده، شوية حلوين منها من جوه الشات. تيجي عند الأخير تفعل علامة الصح وتعمل إبلاغ. تمام، أنا خلصتها فقال لي ما كملش دي وأنا بعمل الإبلاغات بتاعتها. يعني اللي هي الإبلاغات سهلة، النسخ اللي أنا بسيبها لك الإبلاغات منها بتكون سهلة ما بتكونش صعبة. تمام، يعني نسخة ضرب إبلاغات، الشاشة ثابتة. وهسيبلك طبعا النسخ دي في وصف الفيديو، يكون لينك النسخة ديت ولينك النسخة التانية اللي هي دي هي كمان هتكون برضو موجودة في وصف الفيديو. فيا حبيب قلبي، انت تعمل بقى الحوار ده كله اللي انا عملته من النسخة الاولى ديت، هتعمله من ال8 9 نسخ اللي معاك، هتعمل النسخ اللي معاك كلها. فانت هتعمل اول حاجة ايه؟ انت بتخش على النسخ الاول، تكون النسخ تكون جاهزة زي دي كده. تخش تحط البند في قلب الشات من كل النسخ الاول. يعني مش تخش على نسخة تحط البند وتيجي تبلغ وتطلع منها تخش النسخة التانية تخش الشات تحط البند وتيجي تبلغ، لا، عشان ايه؟ الموضوع يكون سهل معاك. هتحط البند من كل النسخ الأول وبعد كده تخش تبلغ على الرقم. فانت بتعمل ايه؟ انت بتحط البند الأول وبعد كده تخش تبلغ. فاهم ازاي؟ نكون كده ده النسخ اللي هي الأعمال. طب المتجر هتعمل ايه؟ برضو المتجر نفس الحوار. فرقم المتجر مثلا، رقم صاحب المتجر أهم حاجة الرقم يكون متصل. الرقم اللي هيكون فاتح واتساب ماسنجر مش واتساب أعمال. واتساب أعمال عادي بيكون فاتح أو قافل وهو بيطير. واتساب الماسنجر لازم يكون متصل، الرقم كده يكون ظاهر في الواتساب اللي هو متصل الآن. تمام، عشان تعرف تطيره. لو الرقم قافل مش هيطير.
تيجي على 3 نقط ارسال رقم غير محفوظ وتحط الرقم، طبعا لو ماسنجر برضو خش جوه الشات، حط البند وتعمل نفس الحوار وتعمل نفس البلاغات وكل ده والرقم متصل، كل ده والرقم متصل وفاتح واتساب متصل الآن كده، مش زي آخر زور لأ، زي اللي هو متصل الآن. تمام، وانت بتبعت عند آخر نسخة بتبلغ منها، تطلع تخش على النسخة التانية من الرقم فيك، من أي رقم، من أي رقم، خش تبعتله، تخش الشات بتاعه أكنك شخص تاني، مش بتعكس عليه، مش تحكس عليه. خش جوه الشات تبعتله أي رسالة، مثلا ازيك، لا بعد إذنك، ممكن طلب، ممكن في كل رقم، بالذات على انستجرام بتعمل أي حاجة، تطلب منه أي حاجة. اللي هو الفكرة ايه، اللي هو تخليه يرد عليك، خليه يرد عليك، تخليه يبعت في الرسايل. طول ما يبعت في الرسايل ده كده خلي الرقم يطير. طب ممكن الرقم يطير معاك في نفس الوقت، ممكن يطير معاك بعدها بشوية. أنا في أرقام يا شباب بتطير معايا بعدها بيوم، أنا متخيلين بعدها بيوم، وفي أرقام بتطير معايا في نفس الوقت. ده بيكون على حسب الرقم يا شباب، مش على حسب البند. البند بيكون شغال وكل حاجة، بس على حسب الرقم. عايز الرقم يطير معاك في أسرع وقت، بتبلغ بنسخ أكتر، بتبلغ بنسخ أكتر. لكن في أنت بلغت مثلا البند من 4 نسخ، فبتبلغ من 4 نسخ، الرقم ممكن يطير معاك في نفس، ممكن يطير بعدها بكام ساعة، ممكن يطير بعدها بساعة، ممكن يطير بعدها ب5 دقايق. فده بيكون على حسب قوة الرقم. لو رقم ضعيف هيطير معاك على طول، هو كان طير قبل كده يطير معاك على طول. رقم قوي ما بيطيرش كتير وبتاع، هيقعد شوية لحد ما يطير. كان بس لأن ده التحديث الجديد من واتساب بعد التحديث الجديد من الشركة والكلام ده كله، ده اللي خلى الحظر بقى صعب مع معظم الناس. أنا بحاول على قدر الإمكان أنزل لكم الفيديو اللي انتوا عايزينها، فقدروني عشان أقدر أستمر معاكم. فعشان الفترة دي مقدرش أنزل بنود كتير. بس يا شباب هسيب لك اللينك البند في وصف الفيديو، لينك النسخة دي والنسخة ديت الاتنين، نسخة العكس في وصف الفيديو برضو. فمتنساش تعمل شكل القناة وتفعيل زر الجرس. وسلام يا شباب.